ان شاء الله بتقبرني هالقامة ويقبرني هالوش. هاتلك بوسة تقبرني، هاتلك دخيلك دخيلك. يلا انا رايحة كمان هندس حالي. امي بدي اقول لك شغله اذا بتريدي. شوفي تقبرني. هلا انا ما عندي وقت وانت لازم تسمعي شو بدي اقول لك، بس بشرط انه ما تروحي لي هالبسمه عن وشك. يا شو القصة؟ قلت لك ما يتغير وشك، لسه ما حكيت وراحت الابتسامه. ها طيب وهي ابتسمنا. شو القصة؟ اليوم بالعرس جاي ابو نبال بده يقوصني. وليه؟ شو يقوصك؟ امي شو بك؟ خلص بطلت احكي، انا ما بدي. لك احكي شو يقوصك يعني؟ لك يا امي انا اتفقت مع ابو نبال انه يجي يقوصني، لانه انا بدي بعض الناس تعرف او تفهم اني انا متت. ومشان شو؟ لك يا امي القصة طويلة، بس أنا رح أحاول أختصر لك إياها بكلمتين ثلاثة. أنا في خطر على حياتي، ولازم بعض الناس تعرف بإني أنا متت، يعني هي التمثيلية كلها نحن عاملينها مشان تحميني. ولك شو أنت مجنون؟ لك أمي بوس إيدك تفهميني وحاج تعيطي، ما بدي حدا يفهم ويسمع. أنا مضطر أعمل هي القصة، أنا علقان مع زلمة كتير كبير بالبلد، وهذا الزلمة بده راسي، إذا ما بيتأكد إني أنا متت ما بسلام، فمشان هيك أنا عامل كل هي القصة. طيب مين هو هذا الزلمة؟ وليش بده يقتلك؟ ليش؟ لك يا أمي الشغلة فيها ملايين وفيها مصايب وبلاوي زرقاء، الله يخليكي تهدي وتسمعيني منيح. أنا بعد فترة بحكي معك باسم مستعار أبو سومر، وأنا بس تتركن أموري وتزبط أحوالي ببعث لك ناس بيجيبوكي وبتجي بتقعدي عندي. دخيلك فهمني شو القصة، والله رح أوقع من طولي بوس رجليك. أمي القصة بسيطة، اعتبريني إنه أنا مسافر كم يوم. وين المشكلة؟ طيب ومرتك وبنتك واخواتك نهلة وسناء؟ سناء قلت لك انه تزوجت وانسترت وشالت كتف عني. انا بدي اياكي الله يخليكي شو ما صار ما لازم حدا يعرف بالموضوع. امي بكيوا وناحوا وجنوا، اوعى تغلطي وتحكي شيء لانك بتكوني حكمتي على ابنك بالاعدام. هي فترة امي بتمر وبتخلص وان شاء الله بيرجع كل شيء لحاله. بس يا امي الله يستر على ارضك حاجة بسبسي. يعني انا والله العظيم حاسس حالي ندمان لاني حكيت لك. انا حكيت لك مشان ما يصير لك شيء بالعرس وقت تشوفي هالقصة، والله العظيم ندمان. ورحمة أبوك ما بحضر العرس. اي والله بوقع من طولي، لك بيوقف قلبي، والله بيوقف. ما رح أحضر العرس، سمعان؟ ما رح أحضره، لك ما رح أحضره.